قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هو انا ممكن اوصل حتى لو قصرت كتير وبدأت متأخر؟ اول حاجة ما تنساش تصلي على النبي. باختصار شديد جدا ده كان اكتر سؤال بيجيلي. انا بدأت متأخر، ربنا هيساويني باللي بدأ من اول السنة؟ طب انا قصرت كتير قوي وبعمل ذنوب كتير قوي، ربنا هيكرمني اصلا في الاخر؟ اجابة السؤال ده وهو ايوه. بص، انا بالنسبة لي يعني وفي الدين كمان ان ربنا هيديك على قد نيتك. تمام؟ فانت دلوقتي نيتك خير وتوبت فعلا وعايز فعلا تبدأ دلوقتي حالا، صدقني هتوصل وده مش تحفيز قد ما هو حقيقة. في غيرك بدأ في شهر 5 وهو دلوقتي في تالتة طب بشري، في غيرك بدأ في شهر 5 وهو دلوقتي في أولى تمريض. تمام؟ في غيرك بدأ برضو من نص 5 كمان ودلوقتي هي كانت بتاع ده في كام، في تانية ألسن. تمام؟ فكليات كتيرة وكليات مختلفة، مفيش حاجة اسمها كلية قمة ولا في حاجة اسمها كلية قاع ولا العبط ده كله. الكلام ده ايام جدي وجدك. تمام؟ احنا دلوقتي ممكن ندخل كلية نخلصها ونشتغل حاجة تانية خالص. ماشي؟ ممكن يعني انا مثلا اعرف مهندس وخريج هندسة وساب مجاله وراح اشتغل في الماركتينج والتداول والحمد لله بيكسب وربنا رزقه. هل ده معناه ان كده خلاص ثانوية عامة وقفت له حياته؟ ولا كلية كده هو كان هيحصل له حاجة لما اشتغلش بيها؟ لا خالص، هو وصل وعرف يعمل فلوس من غير ثانوية عامة. المشكلة في البني ادم نفسه، العقلية نفسها. انت عقليتك ان ثانوية عامة هي اخر الدنيا، مش هتوصل لأي حاجة. تخلص ثانوية عامة تدخلك اي معهد ومش هتوصل منه لأي حاجة. وعلى فكرة مفيش حاجة اسمها المعهد ده للفشل، المعهد بيطلع ناس كويسة قوي 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 احسن من اللي في الكليات كمان. تمام؟ انا مش بهيئ لك الفشل ولا بهيئ لك كليات القمة والقاع والعبط ده كله. كل اللي انا عايزه اقوله لك انك لو بدأت دلوقتي ربنا هيكرمك ان شاء الله وتوصل لحاجة كويسة. لو انت صدقت النية مع ربنا وتوبت واشتغلت بجد من دلوقت، لو قعدت تستنى الوقت المناسب انت مش هتوصل لأي حاجة. لو بدأت دلوقتي هتوصل لحاجات كتيرة جدا. انت شايف ان الوقت مش مكفي؟ لا، الوقت هيكفي وزيادة لو ضغطت على نفسك شوية وقسمت وقتك صح وبطلت تضيعه في ولا حاجة. طب انا قصرت كتير بجد، ربنا هيكرمني ولا ده كلام وخلاص؟ لا، قصرت كتير ربنا هيكرمك ومش كلام وخلاص، وده مش تحفيز، وثانوية عامة مش حظوظ زي ما انتوا ما بتقولوا. ومفيش حاجة اسمها اللي هيدخل طب السماعات وشاومينج ومش عارفه ايه. ده عبط وده عته. اللي ليه مجموع ربنا كده كده كاتبه وهياخده، سواء بالحلال سواء بالحرام هو هياخده. لو انت مكتوب لك بعد الشهر 50% انت هتاخدهم حتى لو غشيت، حتى لو مفتوح الكتاب قدامك. لو انت مجموعك 99% هتاخده من غير ما تغش. الفكرة كلها انك تدعي كتير، صلي قيام الليل، قرب من ربنا، وصدقني لسه في وقت، والله لسه في وقت. فانا مش هقولك حاجة غير صلي على النبي وحاول تاني، وادخل قناة التليجرام او قناة الواتس او جروب الواتس، كده كده التلاتة مع بعض نفس الحاجة، بينزل عليهم معسكرات مذاكرة، بس قناة التليجرام بينزل عليها معسكرات مذاكرة وملخصات. واستعين بالله وابدأ وانا معاكم، والسلام عليكم.